امتى العقار يخسرك؟ نقولهم بقى واحدة واحدة. لما تشتري في منطقة مفيش طلب عليها. طب ما في ناس بتقولك لا، طب ما ليه؟ ما انا اشتري في منطقة جديدة وقدام. حلو قوي، هنا جه كلمة قدام يعني اللونج تيرم. وهنا الناس بتشتري في مدن جديدة أعداد السكان فيها لسه قليلة، بس لو هي هدفها إنها تستلم وتأجر فهنا بتخسر، بس لو بص لقدام يبقى كسبت. طيب تاني حاجة تخسرك لما المشروع يتأخر. ليه؟ سنة تأخير بخسارة، 2 ده نزيف، 3 سنين تأخير دي مصيبة، يعني انت ربنا معاك. طيب لما السعر يبقى أعلى من قيمة المكان، لأن في مطورين للأسف بيبيعوا التضخم مش بيبيعوا العقار نفسه. رابع حاجة، لما المنطقة تبقى لسه من غير خدمات، ده طبعا بيوقف الزيادة لحد ما يخش لها المرافق والخدمات. طيب برضه هنرجع لنفس النقطة، والناس هتقول طب ما نشتري في الصحراء، ما هو قدام، ما هو طول ما انت باصص لقدام خش في المناطق الجديدة. بس انت عايز حاجة أول ما تستلمها يبقى لازم تركز قوي انت الوحدة دي هتبقى في أنهي منطقة.